ايه بقى؟ ايه انت؟ ايه بقى الموضوع السري اللي عايز تتكلم معايا فيه؟ تعالى اقول لك فوقك. ايه يا لؤي في ايه؟ في ايه يا ماجي مالك؟ قلت لك ما بحبش الطريقه دي. انهي طريقه يا ماجي؟ الطريقه دي، وبعدين قلت لك كذا مره ما تعملش معايا الحركات دي يا لؤي. ماجي انا بحبك. انا كمان بحبك، بس ما ينفعش تعمل معايا كده في الشارع، وبعدين الناس رايحه جايه. عندك حق، مع ان المنطقه ضلمه يعني. بقول لك ايه، تيجي نطلع على البيت احسن، اروق. ليه يعني؟ ما في 100,000 كافيه، ما نقعد في اي كافيه ونتكلم. تتغلبيني معاكي ليه بقى؟ انا برضو اللي هغلبك. هي الفكره ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ولا ان احنا نطلع البيت؟ الفكره يا ماجي ان انا بحبك وعايز اتجوزك. بص، هو انت فاجئتني، بس بابي عمره ما هيوافق ان احنا نتجوز عشان احنا لسه بندرس. بابي؟ بابي مين ده؟ بابايا انا، بابي ماجي. وانا مالي ومال ابوكي؟ يعني ايه مالك ومال بابا؟ مش لازم يوافق؟ لا طبعا مش لازم يعرف اي حاجه. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني احنا هنتجوز من وراهم وبعد كده نبقى نقول له. لا لا لا، انسى نو واي، استحاله طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ انت مش بتحبيني يا ماجي؟ بحبك، بس ما ينفعش نتجوز من وراهم. يا ماجي احنا هنتجوز لغايه فتره صغيره، لغايه ما اكون مستقبلي، يعني اتخرج، اشتغل، اجيب شقه كده يعني. طب فرضا دلوقتي انا وافقتك يا لؤي، لما نيجي بقى نتجوز قدامهم ما هيعرفوا من الاوراق ان احنا كنا متجوزين في السر. لا يا حبيبي، ده احنا هنتجوز عرفي. عرفي؟ مش تقول كده من بدري؟ امال انت فاكره ايه؟ ورقه كده صغيره مكتوب فيها ان احنا الاتنين متجوزين، هنطلعها وقت اللزوم ومحدش يعرف عنها اي حاجه. طب هو ده بيبقى جواز حقيقي؟ اه طبعا. بص، هي فكره، بس ما وعدكش ان انا هوافق، بس اوعدك ان انا هفكر. ماشي. استاذ ماجد. ايوه. في واحده جت سالت حضرتك وقالت ان هي والدتك. امي؟ جت امتى؟ امبارح الصبح. امبارح؟ وما قلتليش ليه؟ يا فندم دي اوامر الست ياسمينه. ياسمينة قالت لك ما تقوليش ان امي جت سالت عليا؟ هي ما قصدتش يا فندم، هي قالت لي اي حد غريب وبطرقه ومشيه. طرقه؟ تطرق مين يا اهبل؟ دي امي. دي اوامر الست يا فندم. اوامر ست ايه؟ اوامر ست ايه؟ يا ريت يا قلبي ترحل وتغيب من بين ضلوعي، يا ريت يا عيون تجفي هتفيدني بدموعي، يا ريت يا قلبي ترحل وتغيب من بين ضلوعي، يا عيون تجفي هتفيدني بدموعي، هتفيدني بدموعي. أنا اللي شقيت بجهلي لما الطمع اتجاهلي، ورجعت خلاص يا أهلي، بس اتأخر رجوعي، بس اتأخر رجوعي. أنا سارة عبد الفتاح اللي كان كلم حضرتك عني ناجي. هو فعلا كلمني، هو كان قال لي إن أنت كنت بتمثلي في مسرح الجامعة؟ فعلا دي حقيقة، بس دي حاجة على قدنا كده يعني. أصل بصراحة كده يا أستاذ أنا نفسي في فرصة أثبت فيها مواهبي. لا من الناحية دي اطمني خالص، أنا بأكد لك إنك عندك موهبة جامدة أوي. يعني بحاول. أنت عارفة إن حظك حلو أوي، إحنا فعلا أوريدي داخلين فيلم سينما قريب، وفي أدوار شباب كتير. بجد؟ ده فعلا حظي كويس.
ايوه بس انت يعني لازم تعملي شويه تغيير، يعني لوك جديد وفورمه شعر جديده وطريقه لبس جديده، وقبل ده كله لازم تغيري اسمك. اسمي؟ طبعا اسمك، ما هو انت عشان تبقي سوبر ستار لازم يكون الاسم يشد، لازم كده يكون يعني في كاتشنج. يعني مثلا بدل سهى عبد الفتاح نقول سهى نبيل. اوكي، اللي تشوفه حضرتك. حلو قوي، بدايه موفقه. اصل انا احب الناس اللي تشتغل معايا يكونوا فاهميني كويس قوي. برافو عليك يا بطل، بقالك ربع ساعة بتمشي. لا ولسه هكملهم ساعة إن شاء الله. الله ما شاء الله عليك يا بابا، إيه ده؟ اللي يشوفك يديك 30 سنة. بس يا إيهاب لا يصدق. لا هيصدق، وخصوصا بعد ما يشوف نتيجة الأشعة والتحاليل. هو الدكتور قال لك إيه صحيح؟ الحمد لله طمني، وقال إن بابا بعد كورس العلاج الأخراني خلاص بقى زي الفل، ومحتاج عروسة جديدة يا ست الكل. إذا كانت تعليمات الدكتور أنا موافق. بلاش هزار أنت وهو بقى. الدكتور قال لك ايه صحيح؟ الحمد لله نتيجة الأشعة والتحاليل طلعت سلبية. الحمد لله، ده أنا كنت مشغولة على باباك اليومين اللي فاتوا دول قوي يا إيهاب. الحمد لله إن هو بخير، الحمد لله على سلامتك يا أبو إيهاب. الله يسلمك، بس سيبينا بقى من باباه وبابوه، خلينا في اللفند اللي بلط في الخط ده ومش عايز يفرح قلب أبوه وأمه. طب استنوا لما تنقل مصر الأول. لا، النقل ملوش دعوة، أنا نفسي في الحفيد اللي أشيله وأدلعه وأهننه، وبعدين أنت قلت إن آخرك في أسوان شهر. يعني في الحدود دي ان شاء الله. خلاص يبقى اول مشوار بقى نعمله لما ننزل مصر ان احنا نروح للعروسه ان شاء الله يا ابو وهاب. اكمل الساعه؟ يلا كمل. انت مأجر عجله. بقول لكم انتوا الاتنين، انا مش عايز جنس مخلوق يعرف احنا ساكنين فين. انت يا حاج مرسي يا عاقل، وانت قاعد على القهوه مع قلاضيشك ما تقعدش تسيح لنا على العنوان الجديد. وانت ياما وانت واقفه في الشبابيك يمين وشمال الستات دول تقعدوا تقول لهم احنا ساكنين فين. انا ما بحبش كده. انا عايز افهم، مش عايز الناس ليه تعرف طريق بيتنا الجديد؟ هو كده ياما. شوف يا طلعت يا ابني، انا مش هنزل من هنا واروح البيت التاني ده الا لما اعرف الفلوس دي كلها جبتها منين. ده انت لو بتلعب قمار مش هتكسب المكسب ده كله. يا ضنايا عايزين نطمن عليك. ماشي، اقول لكم من الحشيش، بتاجر في الحشيش. ارتحتوا؟ انا كده اطمنت. ربنا يطمن قلبك يا ابني. وطالما انتوا عرفتوا بقى يبقى لازم تعرفوا ان احنا داخلين على ليله جديده ومحتاجه ناس جديده. انت يابا هتشتغل معايا وهتبقى راجل من رجالتي، بس لازم تقفوا جنبي الاول. انا داخل على فرح ياما. ربنا يا ابني يتمم لك بالخير. مبروك يا ضنايا، مبروك. قلت ايه يا ماجي؟ عايزاني ولا لا؟ اوف كورس يا لؤي عايزاك. يعني انت موافقه تتجوزيني؟ اوكي بس بشروط. يا ستي انا موافق على كل شروطك. يا سلام، طب ما تسمع شروطي الاول. طالما موافقه يبقى قولي اللي انت عايزاه. اوكي يا لؤي، نيفر تاتش مي الا لما نتجوز رسمي. ماشي، مش هلمسك غير لما نبقى نتجوز رسمي. تاني حاجة، مفيش أي حد يعرف عن الموضوع ده حاجة. طب وصحابي اللي يشهدوا على العقد ويكتبوه دول كمان ما يعرفوش؟ لا، لو جت على قد الاتنين دول ماشي، وبشرط تاني إن نسختين العقد العرفي يبقوا معايا أنا. ماشي يا حبيبتي، أنا المهم عندي إن احنا نتجوز وبس. على فكرة يا لؤي، أنا قلت نيفر تاتش مي إلا لما نتجوز، واوعى تفكر إن أنا هسلم لك نفسي بعد الجواز. على فكرة يا ماجي، احنا رجالة قوي وجدعان قوي وكلمتنا واحدة وما بتتغيرش. تعرفي يا ماجي